برامج الماك بوك كتير، كم واحد منهم نزلته وجربته ولقيته برنامج مفيد فعلا، وكم مرة نزلت برنامج وجربته 5 ولا 10 دقايق وبعد كده نسيته وبقى واخد مساحة من الجهاز بتاعك وخلاص. انا محمد الخياط وبستخدم نظام تشغيل ماك او اس من اكتر من 3 سنين، ومن قبله كنت بستخدم نظام تشغيل ويندوز لمدة تتخطى ال 12 سنة. وفي رحلة انتقالي للماك او اس عديت على فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب بترشح برامج بالعبيط. نزلت اغلب البرامج دي وجربتها، ولكن انتهى بيا الحال في الاخر ان انا بمسح اغلبها وبخلي برامج بسيطه جدا هي اللي فعلا بستخدمها بشكل يومي. وفي الفيديو ده جاي اوفر عليك الوقت والمجهود اللي انت ممكن تبذله عشان توصل لخلاصه البرامج دي. لا، انا هقولهم لك في مده صغيره جدا، وهقول لك على اهم 5 برامج هيغيروا طريقه استخدامك تماما لو انت اوريدي بتستخدم نظام الماك او اس. ولو انت بتستخدم نظام ويندوز فالبرامج دي هتبقى بالنسبه لك مهمه جدا، لانها بتعوض حاجات انت اصلا كنت متعود عليها في الويندوز. البرامج دي هقول لك على الفايده بتاعتهم وازاي تنزلهم ومنين تنزلهم وازاي تستخدمهم عشان تستفيد منهم باكبر قدر ممكن. فخلينا نبدا باول برنامج. ريكتانجل ده برنامج مهم جدا للناس اللي كانت شغاله على نظام الويندوز وحولت للماك مؤخرا. ولو انت شغال على الماك او اس من زمان وما تعرفش البرنامج ده، فخليني اقول لك ان بعد ما هتستخدمه هتقول ازاي انا كنت متعايش مع الماك او اس من غير هذا البرنامج. البرنامج ده بيعمل حاجه بسيطه جدا ولكنها للاسف مش موجوده في نظام الماك او اس. زي ما انتم شايفين في قدامي نافذتين مفتوحين على السيستم، اهو الموضوع واضح جدا. لو انا عاوز اخلي كل نافذه منهم واخده نص الشاشه بالظبط، في الماك او اس الموضوع ده صعب شويه. لازم تحرك النافذه كده اهو وتبدا تسحبها من تحت علشان تاخد تقريبا نص الشاشه، وهتروح على النافذه الثانيه وهتعمل نفس الكلام بالظبط. يعني شايفين الموضوع ممل ازاي وبياخد وقت قد ايه؟ فالموضوع رخم جدا. الموضوع ده في الويندوز اسهل من كده بكتير. انت بتاخد البرنامج وبتخبطه على جنب الشاشه اليمين فبياخد نص الشاشه اليمين، او بتاخد البرنامج تخبطه على نص الشاشه الشمال بياخد النص الشمال، ولو خبطته في الشاشه من فوق بياخد كامل مساحه الشاشه. ريكتانجل بقى بيعمل نفس الكلام ده ولكن على الماك او اس. يعني على سبيل المثال لو انا خدت النافذه اللي على اليمين دي وخبطتها في الناحيه اليمين هنلاقيها خدت النص الشاشه اليمين بالظبط، ولو خدنا النافذه الشمال خبطناها في الناحيه الشمال خدت نص الشاشه الشمال بالظبط. ولو قفلنا مثلا واحده منهم وخدنا دي وخبطناها في الشاشه في النص من فوق، اهي ما جاتش من اول مره بس هي اشتغلت، خدت مساحه الشاشه كلها. فالموضوع مفيد جدا. وكمان تقدر تعمل ده باختصارات. يعني انا على سبيل المثال مثلا مخلي الاختصار هو كنترول واوبشن، سهم يمين يوديني نص الشاشه اليمين وسهم شمال يوديني النص الشمال، والسهم اللي فوق يكبر لي البرنامج او النافذه اللي انا فاتحها على كامل مساحه الشاشه. الحلو كمان في البرنامج ده ان انت تقدر تحدد الاختصارات اللي انت عاوزها بالشكل اللي على مزاجك. يعني على سبيل المثال لو جينا فتحنا البرنامج دلوقتي وجينا فتحنا البرنامج هتلاقي ان قدامك قائمة كبيرة من الاختصارات اللي انت ممكن تخصصها وتعدل حجم الويندو او النافذة اللي انت فاتحها بالشكل اللي يناسبك بالاختصار اللي انت عاوزه. فالموضوع عملي جدا وبرنامج اكتر من عبقري. البرنامج ده موجود بشكل مجاني وتقدر تحمله من على الويب سايت بتاعه. يعني خلينا كده نشوف سريعا، ده الويب سايت بتاع البرنامج. بتقدر تفتح الويب سايت اللي هو rectangleapp.com وبتنزله من خلال الزرار ده. فالبرنامج سهل وسريع ومفيد ومجاني، فصراحة برنامج محترم جدا. البرنامج التاني معانا هو برنامج تشيت شيت، وده برنامج الصراحة في بداية انتقالي للماك او اس فادني افادة رهيبة ووفر عليا كمية وقت انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اضيعها عشان اعرف معلومة بسيطة بالشكل ده. البرنامج ده ببساطة بيقدر يعرض لك كل الاختصارات بتاعة الكيبورد الممكنة على اي برنامج انت تستخدمه. يعني على سبيل المثال دلوقتي انا فاتح الآلة الحاسبة، عاوز اعرف ايه الاختصارات اللي انا لو دوستها على الكيبورد يعمل لي حاجة معينة، فبدوس على زرار الكوماند فترة طويلة تظهر لك زي ما انت شايف كل الاختصارات بتاعه تطبيق الآلة الحاسبة. ولكن لو انت فتحت اي برنامج تاني، مثلا لو فتحنا برنامج VLC مثلا اللي هو مشغل الفيديوهات، وانا مفعل البرنامج ده، لو دوست على كوماند زي ما انتم شايفين لفتره طويله هيظهر لي الاختصارات بتاعه البرنامج اللي انت مفعله. فلو في اكتر من برنامج مفتوحين، البرنامج اللي انت شغال عليه هو اللي بيظهر الاختصارات بتاعته. فالتطبيق الصراحه جامد جدا ولازم ان انت تستخدمه لو انت محول للماك او اس قريب. التطبيق هتلاقيه بشكل مجاني وتقدر تحمله من الموقع الخاص بالبرنامج. هتلاقيه هنا اهو بالشكل ده، تشيت شيت، ده الموقع بتاعه تقدر تحمله من خلال هذا الزرار الاخضر الكبير. فبرنامج مفيد جدا وكمان هتقدر تحمله بشكل مجاني. وقبل ما نخش على البرنامج الثالث اللي موجود معانا النهارده، خليني اقول لك ان الفيديو ده برعايه شركه وندر شير اللي عامله تطبيق ريكفرت، التطبيق اللي بيحل مشكله كبيره. مين فينا قبل كده ما غلطش ومسح بيانات مهمه من غير ما ياخد باله، او حتى غلط وعمل فورمات لكارت ميموري او هارد بالغلط وهو كان يقصد ان هو يعمل فورمات لحاجه تاني؟ والكلام ده قبل كده حصل معايا والموضوع كان كابوس على ما اعمل استرجاع للملفات دي مره تاني. ولكن برنامج ريكفرت من وندر شير
شير جاي عشان يحل المشكله دي بشكل سريع وسهل. ده برنامج متخصص في استرجاع البيانات المحذوفه، وبيقدر يسترجع اكتر من 1000 صيغه مختلفه من الملفات. ومع ميزه الانهانس ريكفري لصور الفيديوهات، البرنامج بيقدر يسترجع الملفات الكبيره زي الفيديوهات ال 4K او ال 8K او حتى الصور اللي بصيغه رو من الكاميرات المختلفه، بيقدر يسترجعها بنسبه نجاح كبيره جدا. البرنامج ده بتقدر تنزله وتجربه بشكل مجاني، واستخدامه كالتالي: بعد ما تنزل البرنامج وتعمله انستول على الجهاز، بتوصل الهارد او الكارت الميموري اللي انت مسحت من عليه البيانات بالكمبيوتر، وبتختار الهارد او الكارت ده من البرنامج وبتعمل اسكان عليه، فالبرنامج بيبدا يشوف الملفات اللي انت حذفتها وبيعرضها قدامك عشان تختار منها الملفات اللي انت عاوز تسترجعها وتعمل لها استرجاع. فصراحه برنامج مهم جدا هتحتاجه في وقت الزنقه في يوم من الايام. واحب اشكر وندر شير على رعايه الجزء ده من الفيديو. اما دلوقتي بقى خلينا نكمل في تفاصيل الفيديو بتاعنا. البرنامج الثالث في القائمة بتاعتنا هو برنامج اب كلينر، وزي ما هو ظاهر من اسمه هو برنامج بيقوم بمسح التطبيقات او البرامج اللي موجودة على الجهاز عندك، ولكن مش بيمسح البرامج بس. البرنامج ده بيقدر يستكشف الملفات اللي عملها التطبيق اللي انت هتمسحه علشان يدلك عليها وتمسحها مع التطبيق، بدل ما تمسح التطبيق وتفضل الملفات دي موجودة في السيستم عندك بتشغل مساحة بدون اي هدف. وخلينا اوريكم البرنامج ده بيشتغل ازاي. يعني انا هنا مثلا فاتح البرنامج زي ما انتم شايفين. خلينا نفتح قائمة التطبيقات اللي متثبتة عندي على الجهاز ونحاول ان احنا نمسح تطبيق منها ونشوف البرنامج هيعمل ايه. يعني لو جينا فتحنا مثلا ويندو جديده وجبنا الابلكيشنز اللي موجوده عندي على السيستم، او نمسح مثلا برنامج لوجيتك اوبشن ده، اول ما هتاخده كده اهو دراج ودروب على الابلكيشن بتاع اب كلينر، هيجيب لك اول حاجه هو البرنامج نفسه، وهيجيب لك 3 ملفات انت ما كنتش هتاخد بالك منها لو مش معاك البرنامج ده. عاده في الويندوز احنا كنا بنعمل الموضوع ده بشكل مانيوال، لان عاده الملفات اللي بتعملها البرامج بيكون ليها اماكن محدده بنقدر نعرفها وبنمسحها، ولكن في الماك الموضوع معقد شويه، فالبرنامج ده مفيد جدا عشان ما يفضلش عندك ملفات ملهاش لازمه على السيستم عندك. البرنامج مجاني ومفيد وتقدر تحمله كالتالي. لو جينا رحنا للموقع بتاعه، ده الموقع بتاع البرنامج، هتقدر تختار النسخة المناسبة ليك على حسب نسخة نظام التشغيل بتاعك، فبرنامج مفيد جدا. نخش بقى على البرنامج الرابع معانا، وده بالنسبه لي اكتر برنامج انا بحبه الصراحه، لان هو بيشبع حته الجيك اللي فيا، بيخليني اراقب الموارد بتاعه الجهاز واستهلاكها قد ايه. البرنامج ده اسمه ستاتس، وبتقدر من خلاله ان انت تضيف اختصارات تبين لك معلومات معينه في المنيو بار بتاع الماك او اس. فخلينا نشوف مع بعض انا عامل بيه ايه علشان تبقى العمليه واضحه. زي ما انتم شايفين الشريط اللي فوق ده اسمه المنيو بار، في حاجات كتيره جدا، ولكن لو لاحظتوا هتلاقوا ان هنا مثلا في نسبه البطاريه، جنبها درجه الحراره، جنبها الرام والسي بي يو والجي بي يو، وكمان سرعه الانترنت. كل دي حاجات انت ما تعرفش تعملها في الماك او اس غير من خلال برنامج، وبرنامج ستاتس ده هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. ولو دوست على اي ايقونه منهم بيظهر لك معلومات اضافيه كمان، يعني زي ما انتم شايفين السنسورز، الرام، السي بي يو، الجي بي يو، وحتى سرعه الانترنت، بيجيب لك المعلومات دي كلها بشكل سريع وسهل. البرنامج نفسه من جوه بتقدر تحدد شكل مخصص لكل اختصار من دول، وبتقدر تحط اختصارات كتير انا مش حاططها مثلا. يعني ممكن تجيب السرعه بتاعت الديسك بتاعك، ممكن تحط سنسورز ثانيه عشان تقيس درجات حراره حاجات ثانيه، ممكن تحط حتى السرعه بتاعت المراوح بتاعت الجهاز. فبرنامج مفيد جدا، واغلب البرامج اللي بتقدم نفس الفاليو او القيمه دي في الاغلب بتلاقيها برامج مدفوعه وسعرها غالي، لكن البرنامج ده بيقدم الحاجات دي كلها وبشكل مجاني تماما. ازاي تقدر تحمله؟ خليني اوريك. هنخش على الموقع بتاع البرنامج، انا اوريدي كنت فاتحه قبل كده، ده الموقع بتاع البرنامج، فهتحمله بشكل بسيط جدا ومجاني تماما من خلال هذا الزرار الاخضر. فبرنامج الصراحه من اكتر البرامج اللي انا بحبها على الماك او اس. نخش بقى على البرنامج الخامس والاخير، واللي هو بيقدم حاجه بديهيه جدا لاي شخص كان بيستخدم ويندوز، ولكن بالنسبه لمستخدم الماك ده بالنسبه له هتبقى حاجه مميزه شويه. ببساطه البرنامج ده اسمه كوماند اكس، وعشان اشرح لك هو بيعمل ايه خليني اشرح لك بس حاجه في الويندوز الاول. في الويندوز انت عندك 3 حاجات او 3 اختيارات لنقل الملفات: كوبي وكات وبيست، نسخ وقص ولصق. اعتقد الموضوع واضح جدا ومش محتاج شرح. الماك او اس بقى فيه اول واخر واحده، في كوبي اللي هي نسخ، وفي بيست اللي هي لصق، لكن مفيش قص. فاختصار قص او خلينا نقول عليه كات، ده اللي هو بياخد ملف ويعمل له قص من مكان معين ويعمل له بيست او نسخه منه في مكان تاني ويمسحه من المكان الاولاني. الموضوع ده مش موجود في الماك او اس، انت عشان تعمل ده لازم تاخد الملف كوبي وترجع تمسحه من المكان الاولاني. الموضوع الصراحه مضحك جدا. فالبرنامج ده بيقدم لك الميزه دي زي ما هي موجوده في الويندوز بالظبط. فخلينا نشوف
نشوف مع بعض. البرنامج ده انت المفروض تكون فاتحه، وهتلاقي ليه اختصار صغير في المنيو بار، هو الاختصار ده. فما فيهوش حاجات كتير تتشرح، هو برنامج انت بتفتحه وبتديله بيرميشن او بالاذن ان هو يشتغل وبيشتغل معاك. عايزين نعمل كات بقى. اللي بيعمله البرنامج ده ان انت بتدوس كوماند واكس، بيعمل صوت كده مميز، وبتروح على المكان التاني وبتدوس كوماند وفي، بيعمل نقل للملف من المكان الاولاني للتاني ويمسحه من المكان الاولاني. انا عارف ان الموضوع شكله مضحك جدا ان احنا ندور على برنامج يعمل حاجه بديهيه في الويندوز من 20 سنه، ولكن الماك او اس ليه بعض الحاجات الغبيه كده هو اللي انت لازم تتعايش معاها. البرنامج مجاني تماما، وهتلاقيه موجود على الاب ستور. لو فتحنا الاب ستور مع بعض وكتبنا كوماند اكس، هيظهر معاك اول حاجه هو البرنامج ده، وبتحمله بشكل مجاني من خلال الاب ستور. ودي كانت اهم 5 برامج انا بستخدمهم على الماك او اس. اكيد في برامج تاني مهمه انا بستخدمها، لو انتوا عاوزين جزء تاني من الفيديو ده قولوا لي في التعليقات. ولو انتوا عندكم بدائل افضل للبرامج اللي انا اتكلمت عليها، او حتى عندكم اقتراح لبرامج بتعمل مميزات اضافيه انا ما اتكلمتش عليها اصلا، اكتبوها في التعليقات وخلي كم اكبر من الناس تستفيد بالمعلومات اللي عندكم. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وشير، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.